السلام عليكم ورحمة الله. من المنتظر أن يعود الدولي المغربي طارق السوداني إلى الملاعب بداية شهر مارس المقبل، بعد طول غياب عن ملاعب الكرة، في الوقت الذي حرمته العملية الجراحية التي كان اللاعب قد خضع لها على مستوى الركبة خوض منافسات كأس العالم بقطر. بعد مرحلة الترويض الطبي التي خضع لها، علمت جريدة المنتخب من مصدر مقرب منه أنه سيكون جاهزا بعد أقل من شهرين. ذلك ستكون الكرة في معترك الناخب الوطني وليد الركراكي، معرفة إن كان يريد الاعتماد عليه من عدمه في المعسكر التدريبي القادم لأسود الأطلس بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلام. بعد غياب الدولي المغربي عزدين أوناحي وسفيان بوفال عن مباراة أمس خاصة بتأهيل فريقهما أونجي للدور 16 من مسابقات كأس فرنسا، طرحت علامات استفهام، لحد أن البعض قال أنهما محط دراسة العروض والتفاصيل والتفاوض عليهما. ولكن الأصل وعلى لسان المدرب إن أوناحي مصاب على مستوى الألم في الظهر، فيما بدا بوفال مجهدا وبحاجة ماسة إلى الراحة، مناصفة مع مجموعة من الغيابات التي طالت الفريق. وبالتالي سيكون على الدوليين العودة إلى التمرين تدريجي تحضيرا لمباراة نهاية الأسبوع المقبل أمام بريست في قمة مغربية. وفي الختام نتمنى التوفيق لجميع المحترفين المغاربة. في أمان الله ومع السلامة.